الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة لأجل غايات ولأجل أهداف تتحقق في حياتهم على كل المستويات، على المستوى الفردي والمستوى الأسري والمستوى المجتمعي وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة. وجعل لكل مجال من مجالات هذه الحياة مقاصد، فهناك مقاصد سياسية، وهناك مقاصد اجتماعية، ومقاصد اقتصادية، ومقاصد تربوية، ومقاصد ثقافية، ومقاصد في مجال العبادات، ومقاصد في مجال المعاملات، ومقاصد في مجال الأسرة، ومقاصد في مجال السياسة الشرعية كباب من أبواب الفقه الإسلامي. فالشريعة الإسلامية نزلت لغايات وأهداف ينبغي أن تتحقق لأن فيها مصلحة العباد في الدنيا والآخرة. فحينما نقول مقاصد الشريعة نعني بذلك الغايات والأهداف التي نزلت الشريعة من أجل تحقيقها لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة. مقاصد الشريعة تستخرج من النصوص الشرعية أولا، من مجرد الأوامر والنواهي. الله سبحانه وتعالى في كثير من النصوص الشرعية يبين مقاصدها. فالله تعالى مثلا في الصيام، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن هذا هو الهدف والغاية من الصيام. الله تعالى في الصلاة يقول: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة تحقق السكن والأمن النفسي. وأيضا يقول تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإقامة الصلاة تجعل الإنسان دائما في حماية الله وفي رعاية الله، وهذا لا يمكن أبدا أن يرتكب فحشاء ولا منكر ولا أن يعصي الله سبحانه وتعالى، لأنه دائما في عناية الله ودائما في كنف الله، ودائما يخاطب الله تعالى في صلواته بقراءته للقرآن وبالأذكار وبالأدعية المختلفة. وفي الزكاة مثلا قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة هنا هي تطهير للنفس وتطهير للمال وتزكية للأرواح. والحج يقول الله تعالى فيه: أياما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مغفرة الذنوب في هذه الفريضة. والله سبحانه وتعالى حينما يشرع التشريعات والأحكام الفقهية يبين مقاصدها ويبين لماذا شرع، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يمكن أن يشرع شيئا لغير غاية ولا أن يخلق شيئا عبثا. فالله سبحانه وتعالى من مقتضى حكمته أن شرعه لغايات وأن خلقه لأهداف ومقاصد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فهنا الله تعالى منزه عن العبث ومنزه عن أن يشرع شيئا لغير غاية. فكل التشريعات في القرآن الكريم وفي السنة النبوية نزلت لغايات، وهذه النصوص الشرعية هي التي ذكرت هذه المقاصد. كما أن المقاصد تستخرج من الاستقراء. استقراء الأحكام الشرعية، يقف الفقيه والمجتهد على مرامي الشارع ومقاصده من الأحكام. يعني حينما يشرع الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وحينما يفتح المجال للنوافل والتطوع في الصلوات القبلية والبعدية والصلوات والنافلة، قيام الليل، تقوم الليل كما شئت بعدد ركعات كما شئت بشرط أن تحقق الخشوع والطمأنينة. والله سبحانه وتعالى يجعل الصيام مفتوحا بعد رمضان 6 أيام من شوال، ثم صيام كل اثنين وخميس، ثم صيام 3 أيام من كل شهر. ومن أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما كما كان سيدنا داود عليه السلام يفعل فليعمل. وأيضا هناك موسم الحج الكبير، يوم الحج الأكبر، هذه الفريضة الحاشدة العظيمة الجامعة لكل
الأمة الإسلامية، من يحج منهم ومن لم يحج، من يحج يؤدي المناسك ومن لا يحج يتابع ويذكر ويصوم في ال9 أيام الأول من ذي الحجة، ويكبر الله ويهلل في كل وقت وفي كل حين. ثم فريضة الصيام، هذه الفريضة العظيمة، ثم الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. فالله سبحانه وتعالى هنا كأنه يريد أن يقول إن المسلم ينبغي أن يكون دائما مع الله، وينبغي أن يكون في كنف الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله ومراقبا لله، لا يتجرأ على أن يعصي الله سبحانه وتعالى أبدا، وقد شرع الله له كل هذه التشريعات العظيمة التي تجعله دائما مستقيما على صراط مستقيم، لا يذهب إلى اليمين ولا إلى الشمال، وإنما هو يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنا الاستقراء يبين أن الشارع سبحانه وتعالى له مقاصد من الأحكام. أحكام الأسرة مثلا، حينما نستقرئ كل التشريعات الخاصة بالأسرة من أول الخطبة ومرورا بالعقد والزواج والبناء والحياة الزوجية، الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى الزواج فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالشريعة الإسلامية تدعو إلى الزواج، ثم تدعو إلى النظر إلى المخطوبة، والمخطوبة تنظر إلى الخاطب بما يتحقق به القبول والرضا، ثم بعد ذلك يحدث الزواج والبناء، فهناك حقوق وهناك واجبات، ثم إذا حدثت مشكلات يكون هناك الحوار، ثم إذا استعصت المشكلة على الحل يكون هناك حكم من أهله وحكم من أهلها من أجل أن تحل المشكلة ومن أجل أن تستمر الأسرة وأن تستقر. والله سبحانه وتعالى أوصى الرجال الأزواج بالنساء الزوجات، وأوصى المرأة بزوجها كذلك، وجعل حسن تبعلها بمثابة الجهاد في سبيل الله. ومن أفضل أعمال الزوجة أن تراعي شؤون زوجها وأن تتبعل لزوجها وأن تتزين له، فهذا له أجر عظيم عند الله. حينما يتأمل الفقيه في مثل هذه التشريعات كلها يخرج بمعنى واضح، وهو أن الشرع الشريف يريد لهذه الأسرة أن تقوم وأن تستمر وأن تستقر وأن تظل محفوفة بالرحمة والمودة والسكينة. فهكذا الاستقراء من خلال التأمل في مجمل الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يستطيع المشتغل بالعلم الشرعي أن يستخرج المقاصد. هناك طرق أخرى كثيرة لاستخراج المقاصد يعرفها المختصون، وربما يصعب استيعابها لكثير من المسلمين، لكنها موجودة، وهناك طرق معينة ومسالك للكشف عن مقاصد الشريعة. من الذي يقوم بذلك؟ الذي يقوم بذلك هو العالم المتمكن الذي استوعب القرآن الكريم أحاط بآيات الأحكام على الأقل التي فيه، وعرف الناسخ والمنسوخ، وعرف المحكم والمتشابه، وعرف الصريح والكناية، وعرف ما هو حادثة خاصة لا تتعدى أصحابها، وما هو من التشريع ما يتعدى إلى الآخرين ولا يقتصر على شخص بعينه. وكذلك تعلم السنة النبوية وتحقق بمقاصد الشريعة واشتغل بهذا الأمر مدة من الزمان بحيث تصير له ملكة ومهارة للنظر في النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. فهذا هو الذي له الحق في استخراج مقاصد الشريعة الإسلامية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. الله سبحانه وتعالى لا يفعل بنا إلا الخير، ويجب أن تكون هذه عقيدة عند المسلمين. فالله تعالى حينما يجري علينا قدرا أو يقدر علينا شيئا سواء بدا لنا شرا أم خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا نحن المسلمين إلا الخير، كل الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن وحده هو الذي يؤمن بأن كل شيء من الله تعالى خير، والذي يتتبع
إرادة الله في القرآن الكريم يؤمن بأن كل شيء هو الخير. الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال سبحانه وتعالى: ما جعل الله عليكم من حرج. وقال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهنا حينما نتأمل إرادة الله في القرآن الكريم وكيف تمثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن تماما بأن كل قدر الله هو الخير، كل الخير. وربما يحدث الإنسان أي مشكلة في الحياة ويظن أنها شر، ثم بعد ذلك بعدما يمر عليه الزمان وبعدما يتقدم به العمر وينظر إلى الوراء فيما وقع له مما كان يظنه شرا، فيلحظ أنه كان هو الخير، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له إلا الخير، وأن ما قدره الله هو الخير له في الدنيا والآخرة. ولو كان قد قدر شيئا آخر تمناه الإنسان أو تطلع إليه الإنسان أو رجاه الإنسان لوقع له من الشر ما لا يمكن أن يتحمله. فما نحن في سبيله الآن، ما نزل بالعالم كله من هذا الفيروس، فيروس كورونا أو كوفيد 19، هذا الفيروس يعني لا شك أنه بقدر الله، وأن لا شيء يحدث في هذا الكون إلا بإرادة الله وإلا بمشيئة الله وإلا تحت سمع الله وبصره سبحانه وتعالى. وإذا قدر الله قدرا على هذه الأمة أو على البشرية لابد أن يكون محفوفا باللطف. والله تعالى سمى نفسه اللطيف، وسمى نفسه الحكيم، وسمى نفسه الرحمن الرحيم، سمى نفسه القهار الجبار. فالقدر حين يجري علينا ويجريه الله تعالى على هذه البشرية يعني يكون خيرا للمؤمنين ويكون تذكيرا للمؤمنين أيضا ولغير المؤمنين. فالظلم الواقع على الناس المستضعفين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، في تركستان الشرقية، في سوريا، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في كل هذه البلاد التي يجري فيها ظلم كبير. وما يقع من دولة مثل أمريكا على بلاد مستضعفة، وعلى فلسطين مثلا حينما وقف الرئيس الأمريكي ترامب قبل شهور ويريد أن يعلن هذه الصفقة، صفقة القرن، ويريد أن يجعل القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني. الله سبحانه وتعالى رأى كل هذا الظلم وعلم بكل هذا الظلم وهو الشهيد سبحانه وتعالى، فأراد أن يقول لهؤلاء الطغاة والجبابرة يعني كفوا عن ظلمكم، توقفوا عن هذا الظلم وعودوا إلى رشدكم وعودوا إلى ما فيه صلاحكم. وأيضا هي رسالة للمؤمنين أن يعودوا إلى الله وألا يظلم بعضهم بعض وألا يبتعدوا عن الله. الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الله تعالى يبتلينا بهذه الابتلاءات لنتضرع إلى الله، لنقترب إلى الله، لنرجع إليه ونعود إليه وندعوه ونرجوه ونبكي بين يديه سبحانه وتعالى. عسى الله تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. نعم، هو يعني شهر رمضان شهر مثل الشهور، فيه عدد ساعات 24 ساعة في اليوم والليلة كباقي الشهور. ميزة رمضان الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء. نحن كعباد الله ليس من حقنا أن نقول لماذا جعل الله الظهر 4 ركعات، ولا لماذا جعل الله الشهر 30 يوما، ولا لماذا جعل علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. الله تعالى يقدر هذه المقادير ويكلفنا بهذه التكليفات، ونحن كعبيد لله يجب أن نطيع الله سبحانه وتعالى في ذلك. لكن الله جعل شهر رمضان شهر كل الوحي الإلهي منذ أن خلق هذه البشرية. كل الوحي الذي نزل به جبريل على أنبياء الله ورسله نزل في شهر رمضان. ومن هذه الكتب القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نزل في رمضان وفي ليلة القدر منه بالتحديد. يقول الله تعالى: شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والله تعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الله تعالى في هذا الشهر الكريم أنزل القرآن، وجعل فيه ليلة القدر، وجعل فيه من الأجور العظيمة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يؤدي فريضة في رمضان كأنما أدى 70 فريضة في غير رمضان، والنافلة من أدى نافلة في رمضان فكأنما أدى فريضة في غير رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا جوادا، كان كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان كما روي عنه وثبت: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح الشديدة السريعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في عمل الخير وفي كفالة الناس وفي قضاء مصالح الناس من الريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وشد المئزر وترك الزوجات. لماذا؟ ليتعبد لله سبحانه وتعالى وليعتكف إلى الله في هذه العشر الأواخر من رمضان، فإنها فرصة، لأن فيها ليلة خيرا من 1000 شهر، كما قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهذا الشهر العظيم شهر القرآن الذي يجب أن نحيي فيه الاهتمام بالقرآن ونزيد فيه من هذا الاهتمام. المفروض المسلم يقرأ القرآن الكريم كل الشهور وكل الأيام ليلا ونهارا، لكن في رمضان بالذات ينبغي أن يحافظ على ورده من القرآن، وأن يزيد من هذا الورد من القرآن، وأن يتدبر القرآن الكريم، وأن يحاول في الاجتهاد بأن يعمل بما تدبره وبما قرأه في القرآن الكريم من أوامر ونواهي. نعم، الله سبحانه وتعالى حينما يشرع لنا تشريعات لا يريد أن يتعبنا، ولا يريد أن يتعنت معنا، ولا أن يكرهنا على شيء، وإنما كل التشريعات التي شرعها الله تعالى للمسلم في الدنيا والآخرة هدفها مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. فكل تشريع هدفه المصلحة. والإمام العز بن عبد السلام يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل قوله بعد ندائه، فإنك لن تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. فكل هذه التشريعات والتكليفات، الأوامر والنواهي، هدفها مصالح الناس في الدنيا والآخرة. الله تعالى في هذا الصيام يريد منا أن نحقق أهداف، وأن نحقق مقاصد من هذه الفريضة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. نحن نريد أن نصوم، هل نريد أن نحقق أهداف أم لا؟ أم نريد أن يكون نصيبنا هو العطش والجوع فقط؟ يعني هذا هو شكل الصيام. حينما يصوم المسلم يمتنع عن الطعام والشراب. طيب، هل هناك أمور أخرى مهمة ينبغي أن يتنبه لها المسلم؟ نعم، ينبغي أن ينمي في نفسه روح التقوى، ينبغي أن يحقق في قلبه معنى المراقبة لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكف بصره عن الحرام، ويكف يديه عن الامتداد للحرام، ويكف رجليه عن السعي إلى الحرام، وهكذا في كل شيء. فالصيام يربي الإنسان على التقوى، ولذلك الله تعالى قال: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يعلم التقوى، وذلك حين يظل صاحبه متيقظا محتاطا، يحتاط: هل الفجر أذن أم لا؟ فيمتنع عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر، وهذا فيه مراقبة. وكذلك حينما
يقبل الصائم على شيء قد تمتد يده بشكل خطأ، وقد يتكلم لسانه بشكل خطأ، فهو يتذكر أنه صائم فيتراجع عن أن يقول قولا غير سليم، ولا أن يفعل فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تربية للنفس وتعويد لها على المراقبة. الصوم جنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة جنة يعني حماية من الوقوع في غضب الله، وحماية للبدن. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا. لا شك أن هناك كلام كثير جدا للأطباء يدل على أن في الصيام صحة للبدن، وإراحة للمعدة، وتجديد لخلايا الدم في جسم الإنسان، وتصفية للذهن، وتصفية للروح، وإشراق للنفس، وهكذا. فإن الصيام كله صحة وأمور طيبة للإنسان. ومما يتضمنه الصوم من الوقاية والتقوى ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني حماية ووقاية من الوقوع في المحرمات، ومن النظر إلى ما حرم الله، ومن الذهاب إلى الفواحش. فالله تعالى يريد لنا الخير بهذا الصوم. الصوم أيضا يعلمنا الصبر، أن نصبر على الجوع والعطش، أن نصبر على أن نكف أبصارنا على ما حرم الله، أن نصبر على أن نتكلم بما يغضب الله، أن نصبر على الابتعاد عن الغيبة والنميمة وأكل لحوم الناس، أن نصبر على أن نتقن أعمالنا، وأن نتقن عباداتنا، وأن نعيد النظر في كل حياتنا في ظلال هذا الصوم. والصوم كما جاء في الحديث: الصوم نصف الصبر. والصوم يربي الإنسان على هذا الصوم. والله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال مجاهد، الإمام مجاهد رحمه الله من أئمة التفسير، يقول: الصبر في هذه الآية هو الصوم. ومنه قيل لرمضان شهر الصبر، فجاء الصوم والصلاة على هذا القول في الآية متناسبا بأن الصيام يمنع من الشهوات ويزهد في الدنيا، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتخشع ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر المؤمن بالآخرة. ويرى بعض العلماء أن الصيام وصف بأنه نصف الصبر، لأن الصبر نوعان: صبر على أمور، أي الصبر بالامتناع عما يجب الامتناع عنه، الصبر عن المحرمات، والصبر على الأوامر، أن نقوم بالأوامر وأن ننتهي عن النواهي. هؤلاء أو هذان نوعان من الصبر، وكلاهما موجود في الصيام. فنحن في الصيام نستجيب لأمر الله بإقامة الصلاة، بالامتناع عن الطعام والشراب، بالامتناع عن الشهوات والمحرمات، ثم أيضا ننتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا الصوم أو شهر رمضان بشكل عام هو شهر القرآن والإحسان والجود والعطاء وكفالة الناس، والأبعاد الاجتماعية تظهر في رمضان، وخصوصا مع صدقة الفطر ومع تفطير الناس، أن يقدم المسلم إذا كان عنده فضل زاد أن يقدم من ماله ومن طعامه ما يكفل به الفقراء. فالقرآن الكريم نزل في هذا الشهر كما قلنا، ومن ثم يجب علينا أن يزيد اهتمامنا بالقرآن في هذا الشهر العظيم، لأن الله تعالى أنزله فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله تعالى هنا يمدح شهر رمضان بأن القرآن الكريم نزل فيه. شهر رمضان هو شهر كبقية الشهور. ما قيمة الزمن في رمضان؟ أن الله تعالى أنزل فيه هذا القرآن، وهذا القرآن هو يعني سبب عز هذه الأمة وسبب نصر هذه الأمة، وهذا القرآن هو الدستور لهذه الأمة والحادي لها على الطريق المستقيم. وكذلك شهر الإحسان هو شهر رمضان، لأنه تكثر فيه الصدقات ويعظم فيه الجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهكذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين سنتين جليلتين جعلهما من خصائص رمضان وشعائره، وهما شدة العناية بالقرآن والمبالغة في الجود والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان جبريل يراجع معه القرآن مرة كاملة، وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر رمضان صامه النبي عليه الصلاة والسلام راجع جبريل معه القرآن مرتين. أيضا عندنا زكاة الفطر، وهي تدخل في الجود وفي العطاء، فزكاة الفطر تعلم الإنسان هذا الكرم، وهي عبارة عن ختام عظيم لشهر رمضان بهذه الفريضة، فريضة الزكاة، زكاة الفطر التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طهرة للصائم يعني تطهر صيام المؤمن إذا وقع في الصيام نقص، إذا ارتكب المسلم بعض المعاصي في شهر رمضان، إذا بعد عن الله قليلا، إذا قصر في بعض الأوامر وأداها على غير وجه متقن، فإن صدقة الفطر تجبر هذا النقص وتكمل هذا النقص في صيام المؤمن. وكذلك طعمة للمساكين، تقدم هذه الزكاة للمساكين فيطعموا من جوع ويغنوا من فقر ويجدوا ما يسدون به رمقهم وما يقضون به مصالحهم. أيضا الصيام بشكل عام يعني يشعر الإنسان ويجعله يحس بالزمان والمكان. فالزمان في رمضان الصائمون جميعا، المسلمون جميعا المفروض يصوموا إلا من له عذر من سفر أو مرض أو حيض ونفاس عند النساء. عامة المسلمين يعتنون دائما بالوقت، وخصوصا المواقيت المتعلقة بالصيام، سواء في الإمساك وقت الإمساك أو في وقت الإفطار. الكل يترقب أذان الفجر والكل يترقب أذان المغرب من أجل الإمساك ومن أجل الإفطار، فهناك اهتمام بالوقت، هناك إحساس بقيمة الوقت، هناك رعاية لهذا الوقت. وأيضا من خلال مواعيد الصلوات، كثير من الناس لا يعرفون صلاة الفجر في مواعيدها ولا يقومون لها إلا في رمضان، وكل هذا ينمي الإحساس بالزمان وقيمته ويعلم تقديره والحرص عليه عند المسلم. الحقيقة أنه هذه ليست ميزة في الصيام فقط، وإنما هي ميزة في كل فرائض الإسلام. الصلاة تعلم الإنسان المسلم الحرص على الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هناك بداية لوقت الصلاة وهناك نهاية لوقت الصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. صلاة الظهر موعدها من أذان الظهر إلى ما قبل أذان العصر، هذا هو وقت صلاة الظهر، ويجب أن يحرص المسلم على أن يؤديها في هذا الوقت، ويستحب أن تكون في أول الوقت. وكذلك الزكاة هي نسب، يخرج على المال نسبة 2.5%، وهذا المال لا يخرج إلا إذا مر عليه عام وخلى من الدين، فمرور العام هذا يجعل المسلم يترقب حلول العام حتى يخرج الزكاة، وفي هذا إحساس بالوقت وحرص على الوقت وتقدير لقيمة الوقت. وكذلك الحج، الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، أشهر معلومة من بعد شوال ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة، هذه أيام الحج، والمسلم دائما يترقب، المسلم القادر أو الذي نوى الحج يترقب مواعيد الحج، فيهيئ نفسه لهذه المواعيد بتدبير معيشته وبكفاية أهله وبالبدء في التجهيز والتدبير للخروج إلى حج بيت الله الحرام. ففي كل هذا يجعل المواعيد والزمان عند المسلم مقدر وله قيمة وله إحساس به، فإن القيمة الفعلية لصيام كل واحد إنما تعرف بأمرين مهمين. الأمر الأول، ماذا حقق من هذه المقاصد؟ ماذا جناه من فوائد؟ هل اقترب من الله؟ هل نفسه أصبحت صافية؟ هل ذنوبه أصبحت يعني لا يشعر بأنه مكبل عن الطاعة؟ هذا التكبيل يحدث بسبب المعاصي، فإذا نشط في الطاعة فليعلم أن الله تعالى قد خلصه من هذه الذنوب، وأن الله قد باعد بينه وبين ذنوبه كما باعد بين المشرق والمغرب. فهل المسلم حقق مقاصد الصيام في رمضان؟ هل استفاد من هذا الشهر أم لا؟ هل راجع نفسه في أداء الفرائض يؤديها بإتقان، يؤديها بخشوع، بخضوع لله سبحانه وتعالى، بتدبر في قراءة الفاتحة وسور القرآن،
بتفكر في التسبيحات، في التكبيرات، في التهليلات، في الركوع، في السجود، في القيام بين يدي الله. ثم إن ما يدوم من الصيام بعد رمضان هذا أيضا مؤشر مهم لكي يعرف المسلم ماذا حقق من شهر رمضان، لأنه بعض المسلمين أو كثير من المسلمين بعدما ينتهي شهر رمضان يعودون بعد رمضان إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. فمن كان يدخن يرجع للتدخين، ومن كان يشرب أمور محرمة يرجع يشرب أمور محرمة، ومن كان يرتكب محرمات معينة قبل رمضان يعود بعد رمضان فيرتكب هذه المحرمات. وهذا دليل على أنه لم يستفد من رمضان، وأن الصيام عنده لم تتحقق مقاصده. ونحن نعلم أن الأشياء والصفات الزائفة أو الرديئة هي التي تنمحي وتزول بأسرع وقت، بينما الأشياء والصفات الجيدة الخالصة القيمة هي التي تصمد وتدوم مع الإنسان. فبقدر ما يشعر المسلم بالاستفادة من رمضان يكون قد حقق مقاصد الصيام، وبقدر ما يدوم له بعد رمضان من عادات ومن عبادات ومن أخلاق طيبة في التعامل مع الناس، لأن رمضان يعلمنا حسن الخلق. المسلم الصائم إذا سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم، لا يخرج من لسانه لفظ فيه خطأ، لا يعصي الله سبحانه وتعالى لا بكلمة ولا بحركة ولا بنظرة ولا بسعي إلى حرام ولا بمد يد إلى حرام ولا بأي شيء. وهذه الأخلاق ينبغي أن تستمر معه بعد رمضان، حينئذ يكون للعبادة أثر في حياة الإنسان، ويكون لها أثر يتجلى في السلوك وفي التعامل بينه وبين الناس جميعا والمسلمين خصوصا. فهذا الإسلام إسلام عظيم بعباداته بمعاملاته بأخلاقه، ولكن ينبغي علينا نحن المسلمين أن نصبر على العبادة، وأن نقوم أنفسنا بها، وأن نتمثل ما فيها، وأن ندرك حقائقها، وأن نحقق مقاصدها في حياتنا. وعندئذ سيكون لها الأثر العظيم جدا على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى الإنسانية كلها. صلاة التراويح وصلاة الجمعة والجماعات بشكل عام معلقة في تركيا وفي العالم الإسلامي كله بسبب هذا الوباء، وبسبب حفظ النفس من الهلاك ومن انتشار العدوى التي قد تؤدي إلى الوفاة وتسبب هلاك النفوس. ومن أجل هذا علقت صلوات الجماعة والجمعة في المساجد وتقام في البيوت، وصلاة الظهر هي بديل عن صلاة الجمعة كما نعلم. وينبغي أن نتبع تعليمات وأوامر الجهات الصحية في هذا، لأن الجهات الصحية لا تريد لنا إلا الخير، ولا تريد لنا إلا النجاة، ولا تريد لنا إلا الحفظ من الهلاك ومن الأمراض. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل شر ومن كل مرض، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فالمسلم في هذا الشهر العظيم يصوم صيامه العادي، ثم يقيم صلاة التراويح في البيت مع أهله. والأصل أن أفضل صلاة المؤمن في بيته إلا المكتوبة، إلا الفرض يؤديه في البيت. وهذا حديث ثابت وصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأفضل شيء طبعا بالنسبة للمرأة الأفضل لها البيت في كل الأحوال، إلا إذا كان هناك شيء نافع في المسجد، موعظة حسنة، كلمة، خطبة، تسمع موعظة تتعلم بها دينها وتجدد بها إيمانها. لكن في هذه الظروف المساجد مغلقة للوباء الموجود فيروس كورونا، وبالتالي المرأة بطبيعة الحال تصلي في بيتها. وهذه فرصة عظيمة للزوج أن يقيم العبادة مع أسرته ومع زوجته ومع أولاده، ويتعبد لله سبحانه وتعالى، وتستعيد الأسرة صحتها وعافيتها الإيمانية وعبادتها لله، ويتقارب الآباء مع الأبناء، ويتقارب الأمهات مع البنات، ويتقارب الزوج مع زوجته، ويدعون الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بالرحمة وبالمغفرة وبالتوبة وبالأوبة، وبأن يرفع الله عنا البلاء، وبأن يحيينا على طاعته ويميتنا على ملته، وأن يجمعنا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فهذه فرصة عظيمة جدا في نظري لأن تتعبد الأسرة لله، وأن تجتمع الأسرة
على طاعة الله. ففي الظروف العادية الأب حينما يخرج إلى المسجد ربما يصلي الأولاد أو لا يصلون، لكن حينما يلتزم الأب مع الأسرة ومع الزوجة بالصلاة الكل سيصلي والكل سيقوم لله سبحانه وتعالى. فنحن بفضل الله تعالى ليست عندنا أي مشكلة، كل قدر الله خير، وكل ما يقدره الله على المسلم خير، ونحن ليس عندنا أبدا أي شيء شر، كل أمر المسلم له خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنحن نصلي التراويح في بيوتنا، الأب يصلي إماما، أو إن لم يكن يحسن القراءة يقدم من أولاده من يحسن القراءة من الرجال طبعا، لأنه إمامة المرأة لا تجوز للرجال. ويعني الكل يتدارس القرآن، يذكر بعضهم بعضا بمعنى جيد، يتحدثون عن فضل رمضان وفضائل الصيام، يقرؤون من كتاب معين ما ورد في فضل الصيام وأحكام الصيام، فرائض الصيام، أركان الصيام، مبطلات الصيام، مكروهات الصيام، الصيام المحرم. فرصة أن تتعلم الأسرة أحكام الصيام في هذه الظروف التي نحياها الآن. وأما الاعتكاف فبعض العلماء اشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد، وبعضهم قال ليس شرطا، قالوا يجوز أن يكون في المسجد وفي غير المسجد. هناك آراء في الفقه الإسلامي. ونحن في بيوتنا لو حددنا قطعة من البيت لتكون مسجدا يجوز للأسرة أن تعتكف فيها في رمضان، والمرأة بطبيعة الحال تعتكف في بيتها، والرجال الذكور يمكنهم أن يقيموا مكانا في البيت يخصصوه للصلاة ويعتكفوه فيه في هذه الأيام العظيمة ليحصلوا أجرها ويدركوا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. أنا أريد أن أخاطب يعني كل إخواني وأخواتي بأن هذا الشهر شهر عظيم، وبأنه شهر القرآن، فينبغي أن نهتم بالقرآن ونهتم بالذكر ونربي أبناءنا على حب القرآن وعلى حب رمضان. ومن الآن نعلق الزينة في البيوت، نعلق الورود، نعلق البالونات، نعلق ما يدخل البهجة والسرور والفرحة علينا وعلى أولادنا. من حقنا أن نفرح بطاعة الله، ومن حقنا أن نفرح بشرع الله سبحانه وتعالى، هذا الشرع الميسر العظيم الذي يحقق مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وعلينا ألا نحزن من أجل يعني صلوات الجماعة والجمع في المساجد، هذا قدر الله، والله سبحانه وتعالى جعل لنا بدائل، والبدائل قائمة. فالشريعة الإسلامية لا يعني تمنع أي شيء ولا يكون له بديل، هناك بدائل. وعندنا صلاة الظهر بديل عن الجمعة، والصلوات في البيوت بديل عن الصلاة في المساجد في وقت الظروف التي نعيش فيها الآن. فنحن بحمد الله شرعنا شرع عظيم، علينا فقط أن نتبع هذا الشرع وأن نجني ثمرات الصيام، وأن نحقق صيامنا، وأن نتحرى في هذا الصيام أن نحقق أهدافه ومقاصده تجلية للقلب وتصفية للنفس وصفاء في الذهن ومعاملة حسنة للناس ورحمة بالأسرة. على الزوج أن يرحم زوجته، وعلى الزوجة أن ترحم زوجها، وعلى الأبوين أن يرحم كل منهما الأبناء، وعلى الأبناء أن يبروا آباءهم وأمهاتهم حتى تتنزل علينا رحمات الله، وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا ويكشف عنا هذا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لكم لحسن استماعكم. وهناك سؤال يقول: الصوم جنة، ما معنى ذلك؟ الصوم جنة بمعنى أنه حماية، أنه وقاية للإنسان من الوقوع في الفواحش ومن الوقوع فيما حرم الله، وأيضا حماية للصحة العامة وللبدن ولكل شيء في جسد الإنسان وفي روحه، والله تعالى أعلى وأعلم.